اقسم بالله تاني، انا اتقال لي احنا جايين نحكم 500 سنه. احنا جينا عشان نحكم 500 سنه. طب ازاي انت هتحكم اذا رضي الناس بحكمك؟ انت هتحكم طالما الناس راضيين عن ادائك. انت هتحكم طالما الناس قابلينك. لكن انت هتحكم وتقهر اراده الناس؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم من الكلام ده كويس، ادى للناس حريه اختيار عبادته من عدم عبادته. عارفين يعني ايه؟ يعني خيرهم بين ان هم يؤمنوا بيه او لا يؤمنوا بيه. ويوم القيامه يقفوا كل واحد يدافع عن اختياره. اخترت كده ليه؟ يرد يقول: وانت عايز تحكمني ومتصور انك انت معك الحق والحقيقه، الحق المبين مع حضرتك، واحنا كلنا بقى مش كويسين، وانتم هتعلمونا الدين والصلاح، ولازم تستحملوا ده وتقبلوه. غير كده لا، مش هنسيبكم. لا 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 لا. الشعب المصري إرادته حرة، إرادته حرة، يختار من يشاء يحكمه، ونحن أمناء على هذه الإرادة. الجيش والشرطة دلوقتي أمين على إرادة الناس في اختيار حكامها. صحيح.